السلام عليكم. بصوا، قبل ما ابدا اي حاجه سيبكم بس تشوفوا المقطع ده. شوفوا ايه اللي حصل وايه الخلطه الجباره القويه جدا جدا اللي توصل معانا بالطريقه دي، والتفاعل بتاعها والفوران بتاعها. يعني حاجه مفيش بعد كده. ايه بقى الخلطه الروعه دي؟ حتى بالمناسبه يعني، وبالصدفه كده نضفت لي الكنكه بتاعه اللبن. شايفين بقى البوتاجاز عامل معانا ازاي، والازاز بتاع البوتاجاز مطرطش عليه الدهون، والدهون مسيلة فيه كده لجوه. وطبعا الواحد بيمسح الباب بتاع الفرن من جوه، بس للأسف الدهون نازلة تحت الإزاز. طب هنوصل لده كله ازاي وهننضفه ازاي؟ وايه بقى الخلطة القوية السحرية اللي احنا شفناها في الأول اللي فارت وبهدلت الدنيا كده، كأنها يعني زي أمر من اللبن كده لما بفور. الخلطة دي بقى عبارة عن ايه، وهننضف بقى الفرن ده ازاي؟ ده اللي هنعرفه مع بعض في الفيديو. بس حبايبي بقى، ما تبخلوش عليا باشتراككم الجميل. يلا حالا كده قبل اي حاجة انزلوا تحت كده، اضغطوا على كلمة اشتراك اللي تحت الفيديو، وفعلوا زر الجرس، اختاروا كلمة الكل عشان يوصلكوا كل جديد بنزله بإذن الله تعالى. ومتنسوش بقى تصلوا على سيدنا محمد، ويلا بينا نبدأ الفيديو بتاعنا بقى عبارة عن ايه، او الخلطة السحرية دي عبارة عن ايه. عبارة معانا هنا عن 3 كوبايات من الخل، 3 فناجين، يعني زي ما انتوا شايفين الكوبايه التالتة يعني يعتبر ما مليتهاش قوي. ومعايا هنا ملح ليمون، انا الملح الليمون ده جامد شويه. يعني مش هو كتل كده محجر شويه، بس مسافه ما بفركه بايدي عادي بيتهري معايا على طول. ده او اللي هو الفاكك عادي، هو ده واحد وده واحد، يعني هما الاتنين زي بعض، يعني عشان ما حدش يقول لا هنجيب النوع الجامد ده ازاي. وهنا معايا كده كانوا ليمونتين كده هيبوظوا، كانوا تراي في باب التلاجة. انا كنت ناوية اعمل 3 بس هنعصر 2 بس. وهنا معايا سائل تنظيف المواعين فيري بريل، اي نوع يعني موجود عندك احط منه، يعني تقريبا ربع كوباية او حاجة. واقلبه كده، وبعدين هنضيف بقى ايه؟ ده شايفين بقى التفاعل ده؟ كربونات الصوديوم، او الكربونات اللي احنا بنحطها على الطعمية. شايفين مسافة ما حطيت؟ يعني يعتبر حطيت نص معلقة. مسافة ما اتقلبت شايفين بقى عملت ازاي، والتفاعل اللي عملته كده مع المكونات، يا نهار ابيض بصوا. فوران ده بقى حاجة تدل ان الخلطة دي خلطة بنت لذينة، خلطة سحرية جبارة جبارة. وعلى فكرة ما تخافوش، انا كنت يعني بستعمل كل حاجة بايدي، وامنة جدا على الايدين والله، ولا اي حاجة خالص. بس هي شايفين لما المكونات كلها تفاعلت مع بعضها عملت ازاي. انا ما كنتش لاحقه اجيب اي حاجه، انا جبت الصينيه من على الحوض وفتحت المطبخيه في ثانيه، جبت الطبق اللي هو التاني ده. يعني انا قلت هتفور لغايه عند اخر الكنكه وبعدين هتهبط تاني، لا ده ما شاء الله يعني ما كنتش قادره اسيطر عليها. بس عايزه اقول لكم الدقيقه اللي فضلت فيها في الكنكه دي خلت الكنكه كانها جديده، كانها جديده نوفي. فعلى طول كده جبت شايفين الكنكه عامله ازاي؟ ما شاء الله، يعني ما شاء الله تحفه من بره ومن جوه. لما فرت عليها من بره هي كانت حلوه وكل حاجه، بس كانت مصفره كده شويه عشان بغلي فيها لبن وكده. حطيتها بقى في اللي هي الطاسه التانية دي، او مش عارفه اسمها ايه دي. وولعت بقى الفرن طبعا لازم يسخن كده الاول، وحطيتها فيه. قلت لا، انا كنت خايفه اصلا احطها وتسخن، قلت هتفور بقى وتبهدل الدنيا في الفرن. ليه بقى حطيتها في الفرن الاول؟ احنا ممكن ان احنا ننضف بيه على طول، بس كده كده الفرن هنولعه عشان يسخن، عشان نعرف نفك الازاز بتاع البوتاجاز، والدهون ايه يعني تسيح معانا سنه، تكون لينه شويه عن ما يكون البوتاجاز بارد. فحطيتها كده شويه والفرن شغال، بحيث برضو ان البخار بتاعها يطلع كده مع السخونية بتاعة الفرن. لما اجي امسح بقى او ادعك الفرن من الدهون، يعني ايه الدهون تطلع معايا على طول. فكان عندي الصاجة بتاعة البوتاجاز دي، اصلا الفرن ده يعني إيه، كان حصل فيه نار كده، كان الزيت وقع في الفرن عشان بحط الطاسة. نخلي بالنا بقى يا جماعة، إيه عشان ربنا يسترها، كنت حاطة الطاسة بتاعة الزيت في الفرن ووقع منها شوية زيت، وجيت ولعت الفرن ومش واخدة، فالفرن ولع من جوه. فلو خدتوا بالكم المعلقتين اللي انا حطيتهم على الصاجة دي، كان مكان الحرق بتاع الطاسة. انا عملتها وغسلتها وكل حاجة، بس مكانها لسه معلم كده مش عارفة ليه. المهم بقى نجيب مفكنا كده ونشوف ايه نوع المسمار اللي متركب فيه الازاز بتاع
بتاع الفرن، ونبدأ ان احنا نفكه كده. هو كان في اصلا مسمار معصلك كده، بس فضلنا وراه لغاية ما اتفك. المهم بقى جبت معايا هنا طبق، بقيت اشيل المسامير اللي انا بطلعها احطها في الطبق عشان ما يتنطروش مني هنا ولا هنا. وبطرف السكينة كده طلعت اللي هو اللوح الازاز ده. بس نخلي بالنا يا جماعة، انا هنا كنت خايفة والله ان انا احطه على الرخامة بتاعة المطبخ، لان الازاز سخن عشان الفرن كان سخن. وطبعا الرخامة ساقعة، فخفت الازاز يحصل له حاجة وكده. يعني مينفعش طبعا الازاز يكون سخن يتحط على حاجة ساقعة. فسندته كده من جهة على قماشة ومن جهة تانية على المساحة بتاعة الحوض، او لو عندك قماشتين يبقى من هنا ومن هنا. هبدأ بس ان انا انا مش هغسله، هو طبعا الدهون متركمة تحته، لان طبعا بغسله من فوق ومن تحت الدهون متركمة. هحط عليه شوية كده من الخلطة اللي انا عاملاها، واقلب برضو واحط على الجهة التانية شوية، بحيث ان انا على ما اخلص الفرن يكون الازاز تفاعل كده، الدهون دي تفاعلت كده مع مع الخلطة اللي احنا عاملينها. بس كده يعني زي اللي بقول ابوشه يعني. وجبت هنا ندخل بقى للفرن. الدهون بقى الاكترية مترصبة في اطراف الباب، اللي هي الحتة البارزة اللي كان الازاز نازل فيها. شايفين بقى هنا الشبكة برضو كان فيها شوية دهون، عشان كده سبتها في الفرن تسخن معاه. يدوبك مشيت عليها السبونشة اللي معايا او الاسفنجة اللي معايا، الليفة اللي هي مش اسفنجة ولا سبونشة، هي زي الليفة كده، يعني ناعمة ما تجرحش، وفي نفس الوقت فيها خشونة، حاجة بسيطة اللي هي تنظف معانا. هي الخلطة اللي معانا اصلا مش محتاجة دعك، مش محتاجة سلك مواعين ولا السلك الخشن ولا اي حاجة عشان منجرحش بيها الفرن. بكفي بس ان احنا نمشي عليها بس كده الخلطة اللي معانا. انا هنا حتى جيت اجيب السكينة، يعني البوز بتاعها رفيع، قلت امشيها على الحرف البارز ده، خفت لا يجرحها. فيا دوبك مشيت الاسبونشة زي ما انتم شايفين، او الليفة اللي معايا زي ما انتم شايفين، زالت كل حاجة. بس الواحد في الاول كده يخلي الدهون دي يجي عليها كلها الخلطة، هتسيح وهتفتفت معانا الدهون وهتتمسح معايا بكل سهولة. هنا الصاجة اللي جوه دي زي ما قلت لكم، كان الطاسة بتاعة الزيت كانت وقعت زيت وكانت ولعت في الفرن يعني. على فكرة هي البقعة دي سمرة، بس مش عليها دهون، هي بس مغمقة مكان الولع، مكان يعني ما كانت النار لقطة فيها. انما يعني الواحد بيمشي ايديها كده، يعني بمشي ايدي عليها، هي ناعمة مش خشنة كده مكومة دهون. المهم بقى خلصت كده الفرن، على فكرة ما خدش مني حاجة والله، على طول على طول الخلطة دي، يعني بسم الله ما شاء الله. انا عايزاكم تجربوها كده وتدعوا لي. بس في الاول يعني تخلوا بالكم كده، اعملوها في حاجة غويطة، حاجة غويطة عشان هتفور، ويا ريت الحاجة اللي هتحطوها فيها يكون تحتها طبق او صينية، يعني لو فارت يعني زي ما عملت كده معايا. هنا بقى جبت فوطة مسحت الرغاوي دي. على فكرة هي مش بترغي قوي الخلطة دي، مش بتعمل رغاوي كتير. هي بتنضف، يعني بتعمل رغوة بسيطة خالص كده. احنا اهم حاجة التنظيف مش الرغاوي. المهم بقى بعد ما خلصت كده ونضفنا الدنيا، جبت فوطة قطن امسح بيها مكان بقى الدعك ومكان الخلطة وكده، وبمنديل كده بلمع. شايفين ما شاء الله ما شاء الله، فرق جامد، فرق جامد 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 يعني ما بين قبل وبعد. يعني الفرن ده والله انا كنت شايلة همه، مش عارفة بينضف ازاي، مش عارفة اعمل له ايه ولا اجيب له ايه، مش عارفة بصراحة. يعني الخلطة دي ما شاء الله ما كنتش اعرف اصلا ان الفرن ده الازاز بتاعه بيتفك، بس الحمد لله يعني عدت على خير. هنا بقى كنت مسكت بقى الازاز. انا كنت طبعا في الاول رش عليه كده شوية من الخلطة اللي معايا، ابدأ بقى ان انا اعمله كده بالاسبونشة. هو نضف بس في حاجات كده كانت عايزة تعمل بالسلك اللي هو بتاع المواعين الناعم ده. وبس كده شايفين بقى ما شاء الله ما شاء الله، يعني الازاز والباب بتاع الفرن رجع كأنه جديد، كأن ما تعملش فيه حاجة اصلا. عايزاكم بقى تجربوا الخلطة دي وتدعولي. وبس كده فيديو النهارده خلص. انا كده كنت ركبت بقى الازاز بالمسامير، ونخلي بالنا من المسامير يا جماعة، حطوها في طبق ويحطوا عليها شوية من الخلطة دي، على ما تخلصوا كده يبقوا نضفوهم وركبوهم على طول، ما تحطوهمش في جنب، عشان لو مسمار ضاع يبقى احنا كده بوظنا الدنيا، مش ننضف حاجة ونبوظ حاجة تانية. وبس كده فيديو النهاردة خلص، يا رب يكون عجبكم، يا رب تكونوا استفدتوا معانا، وما تنسوش بقى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. اشوفكم على الف خير، مع الف سلامة. اهم حاجة يا جماعة، لو ما اشتركتوش معايا وجريتوا الفيديو كده للنهاية، ضغطوا على كلمة اشتراك اللي تحت الفيديو
وفعلوا الجرس اللي جنبها عشان لما انزل فيديو جديد يجيلكوا اشعار. متنسوش بقى اللايك وتشيروا الفيديو ده لحبايبكم كده او لحد عنده مشكلة كده او دهون متراكمة في الفرن بتاع البوتاجاز. واشوفكم على الف خير، مع الف سلامة.